السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. بنرحب بكل مشتركينا الجداد وبنقول لهم نورتونا. بس كمان فين يا ست الكل اللايك الحلو اللي بنستناه منك، وده لأنه بيدعم الفيديو جدا، واللي بيشاهد القناة لأول مرة يسعدنا جدا اشتراكك وتفعيلك للجرس علشان يوصل لكم منا كل جديد. ويلا بينا يا ست الكل نعمل صينية بطاطس باللحمة. خليني أقولك إنها من أبسط الأكلات وما فيهاش أي افتكاسات، لكن فيها تركات بسيطة لو عملتيها هتعملي أحلى صينية بطاطس باللحمة. خلينا نقول على بركة الله ونبدأ. وأول حاجة كده يا ست الكل هنعملها هي سليق اللحمة. زي ما انت شايفة كده صينية البطاطس باللحمة بتحب اللحمة كده تكون حمراء وقطع كده جميلة زي ما انت شايفة. عندنا بصلة هنا صغيرة متقطعة زي ما انت شايفاها كده، وعندنا هنا ورقتين من اللوري متكسرين، 4 فصوص حبهان برضو مشقوقين. خلينا نبدأ بسليق اللحمة كده ونروح على البوتاجاز ونقول على بركة الله. رحنا على البوتاجاز نزلنا بالبصلايه والحبهان وورق اللورة، خليهم يغلوا والميه بتغلي كده، خليهم يغلوا مع الميه لمده 5 دقايق. وما تحطيش فلفل اسمر في الاول علشان ما يغمقش معاكي الشوربه، والشوربه تكون رايقه كده ولونها فاتح. يلا بينا بسم الله كده. خلينا ننزل باللحمه. انا اللحمه هنا عندي بتاخد 1.5 ساعة وتبقى مسلوقه كويس جدا. طب انا هقول دي عشان لسه هدخلها الفرن وكده، يكفيني ان انا اللحمه اللي هاخدها لصينيه البطاطس اقعدها مثلا 1 ساعة وربع، 1 ساعة وتلت، وتكمل سواها طبعا في صينيه البطاطس. زي ما انت شايفه كده احنا حطينا اللحمه، هنسيبها اول 1 ساعة الا ربع على نار عاليه زي ما انت شايفه، وبقيه الوقت هنهدي النار عليها علشان تبقى حته اللحمه معاكي دايبه ومستويه. ما تخليش طول السوا طول فتره سواها النار عاليه عليها. اول مثلا بنقسم الوقت نصين وبنخلي النار عاليه، وفي الوقت التاني بنهدي النار. واوعي تحطي ملح علشان اللحمه ما تشدش معاكي وما تستويش. طبعا ما ينفعش نحط ملح دلوقتي خالص الا لما اللحمه تستوي. بعد 1 ساعة الا ربع كده تعالي نشوف الشوربه وصلت لفين. زي ما انت شايفه كده الشوربه بتاعتنا زي ما انت شايفاها رايقه وحلوه كده. وده طبعا نختلف او نتفق، انا بغسل اللحمه، وعلشان اللحمه ما تطلعش معاكي ريم لازم تغسليها بميه بس تحت الحنفيه مرتين 3، هتبصي تلاقي معاكي الشوربه رايقه ومش هتطلع ريم زي ما انت شايفه كده. خلاص هنا بقى نحط الفلفل الاسمر، حطيت نص معلقه صغيره، وهبدا بقى اهدي النار شويه 1 ساعة الا ربع علشان اللحمه تكمل سواها. زي ما انت شايفه جبنا كيلو من البطاطس. خليني اقولك على حاجه بسيطه، البطاطس كده نوعين في السوق اليومين دول. البطاطس اللي فيها الطينه احسن كتير للصينيه من اللي فيها الرمله. اللي فيها الرمله البطاطسايه مش بتبقي ملكاها، بتتفرفت في اي سوا بسرعه، حتى وهي بتتحمر لو ما قدحتلهاش الزيت كويس تبصي تلاقيها عملت كده تماسكت في بعضها وبدات تتفرفت. فالبطاطس اللي فيها الطينه احسن كتير من اللي فيها الرمله. تمام، ادي حجم قطعناها اهي زي ما انت شايفه، حلقات بس تخينه شويه. طيب خليني اقول لك اول تركايه في صينيه البطاطس. بصي يا ست الكل، ده كيلو من البطاطس يبقى عليه ربع كيلو من البصل المبشور بالمبشره، مش يعني مش مضروب في الكبه، بانعم حته في المبشره علشان اخد صينيه بطاطس وانا باكلها كده الاقي الحته مش طعمها بطاطس بس، والحته البطاطسايه تبقى طعمها حلو كده، تلاقيها شاربه بصلايه وشاربه الصلصه بتاعتها. يبقى اول حاجه هعملها ان انا لازم انا عاملاها البصله. تاني حاجه هنعملها نسيبها ساعه. مش تفاصيل كتير، ادي نص معلقه فلفل اسمر اهي صغيره حطيتها فيها، هي ملهاش بهار كتير ولا تفاصيل كتير. تاني حاجه نص معلقه ملح برضو صغيره مش مليانه، عشان انا هحط مكعب ماجي وده لازم احطه حتى لو هعملها باللحمه والله بطعمها. حابه تستغني استغني، بس انا دي الطريقه اللي بعمل بيها. دول 4 معالق من الزيت، معلقه سمنه مش مليانه زي ما انت شايفاها كده. خلاص يا ست الكل، مش عايزين حاجه تانية اكتر من شويه الحاجات اللي احنا حطيناهم، وتقعد في التتبيله دي لمده ساعه او اكتر. ما تقلقيش من البصلايه محطوط عليها ملح وفلفل اسمر، مش هتعمل ايه حق. اوعي تحطي توم، البطاطس من غير توم احلى كتير. هنعمل ايه ده دلوقتي. تاني تركايه معاكي هنا بقى، ما ينفعش نقلب بمعلقه لان احنا عايزين البصلايه دي كده تدعك في البطاطسايه علشان تبقى شرباها كويس. هنا ما اقولك بقى يا ست الكل،
كل ما عملتي اللي انا بعمله كده، اديتي البطاطس والبصل تقليبه قويه مع بعضيهم وحته السمنه وشويه الزيت، اضمن لك انك هتاكلي صينيه بطاطس بصي حاجه كده فوق الوصف، احلى من الزمن الجميل كمان، بطعم كده خطير جدا. والبطاطسايه تبقى كده شكلها حلو وشبعانه من كل حاجه فيها. اديها تقليبه كده لمده 3 دقايق. بعد ما اديناهم كده تقليبه قويه زي ما انت شايفه، جبنا الصينيه بتاعتنا، ننزل كده بالبطاطس. فاضل لها ايه دلوقتي؟ فاضل لها اللحمه قربت تستوي، وفاضل لها الطماطم. كيلو البطاطس هحط عليه 4 طماطمات كبار. مع ال4 طماطمات كبار هحط في الخلاط نفسه وانا بضرب الطماطم هحط معلقه صلصه مش هرميه، هتدي شكل حلو جدا معاكي في النهايه مع شويه الزيت ومعلقه السمنه اللي احنا حاطينها، هتديكي شكل وطعم مش قادره اقولك جميل قد ايه. دلوقتي بقى هنستنى اللحمه تكمل سواها، هنغطي البطاطس واستنى بقى اللحمه تكمل سواها. بعد ما سلقنا اللحمه كده وسيبنا كمان حتتين 3 كده في الشوربه، جبناها وجبنا صينيه البطاطس. بصي يا ست الكل، احنا عاده لما بنضرب الطماطم في الخلاط بنعمل ايه؟ بنضربها بكوبايه ميه علشان الطماطم تتحرك. لا النهارده طبعا احنا عندنا شوربه، بدل ما تحطي كوبايه الميه وانتي بتضربي الطماطم زي ما احنا قلنا طماطم مع معلقه صلصه علشان تديكي نتيجه حلوه، حطي معاهم كوبايه الشوربه. يعني بدل ما تحطي الميه للطماطم عشان تتحرك في الخلاط، استبدليها بكوبايه شوربه. يلا بينا بقى نحط اللحمه بسم الله كده. بصي خلاص احنا كده عملنا بقى البطاطس بطريقه مش قادره اقولك جميله قد ايه. هنا احنا هنحط الطماطم. طب اقولك حطيها على النار على طول؟ اديهالي ربع ساعه كده برضو. بعد ما تحطي الطماطم ادهالنا ربع ساعه ست الكل، علشان اللحمه اللي نزلت ما اخدتش دي اي حاجه، تاخد بقى البصلايه وتاخد الصلصه وتاخد الملح والفلفل اللي ايه في الحاجه. خلاص بعد ما سيبناها ربع ساعه التسويه هتكون ازاي؟ الصينيه دي هاخدها احطها على النار على اعلى عين عندي على البوتاجاز، وطبعا هكون مغطياها قيمه قد ايه 10 دقايق. اول ما الصلصه تبدا تغلي جامد من 10 ل 12 دقيقه. طب هي سواها كله بياخد قد ايه؟ نص ساعه. بقيت النص ساعه هندخلها الفرن على الصاجه مش الشبكه علشان تطلع لك طعمها حلو شكلها جميل جدا وحاجه كده تشرفك. زي ما انت شايفه كده بعد ما غلت لمده 10 دقايق على اكبر عين في البوتاجاز وعلى نار عاليه، يلا ناخدها بقى ندخلها على الصاجه زي ما احنا قلنا لمده 20 دقيقه. وهنحكي عن ايه ولا ايه يا ست الكل؟ عن البطاطسايه الدايبه دوب، ولا حته اللحمه كده اللي شربانه من كل حاجه، ولا الصلصه الخطيره دي. لو عجبتك القناه ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. واوعي يا ست الكل تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك، وصينيه بطاطس هتتميزي بيها العمر كله لانها فعلا تستحق التجربه يا ست الكل. خلينا كده الله على الجمال وعلى الطعامه بسم الله، مش قادره اقولك خطيره قد ايه. متنسيناش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد، واستنينا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.